مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى ختام مسابقاتنا يوم أمس واليوم أو يوم قبل أمس، واليوم كما هو محدد يوم التكريم الرمزي للفرق المشاركة، وهو تكريم كما قلنا تكريم رمزي، والأساس هو كانت الجمعة الطيبة والاستفادة والمنفعة والتلاقي على الخير دائما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في كل رمضان على خير وعلى الطاعات وعلى ما ينفع ويفيد. ونبدأ مراسم توزيع الجوائز للفائزين، ونستهلها بآيات عطرة من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامعنا الشاب الطيب زبير حمدي. تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تلاوة طيبة. وندخل مباشرة الآن في مراسم التكريم، وهي مراسم بسيطة. طبعا كلمة مراسم كبيرة شوية على الموضوع. هي ندخل فقرات التكريم، وكما كان الالتزام من البداية، أو كما هو النظام المعمول دائما في كل مسابقات رمضان التي تدخل في عامها السابع أو الثامن من أيام الأستاذ فيصل العجي، الله يذكره بالخير ويبارك لنا فيه ويبارك في الجيل الحالي من بعده اللي واظبوا على هذا السنة الحسنة الطيبة. فالنظام هو تكريم لكل الفرق، سيكون تكريم لكل الفرق المشاركة، ولكن سيكون فيه يعني طبعا اختلاف الفريق الأول الثاني الثالث في الجوائز، وهي عبارة عن مظاريف لكل متسابق مظروف فيه مبلغ مادي رمزي، ولا هو من قدر الشباب كلهم، وإنما هو يعني من باب التشجيع. ونبدأ مع الفريق. يعلن الأخ أحمد غانم حفظه الله أسماء الفرق الفائزة. تفضل أخي أحمد غانم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق الذي حصل على المركز الأول فريق أحمد صالح أحمد العجي.
معاه جابر ناصر العامري، بركان أحمد نصر العجي، محسن علي مانع العجي، حسين علي محسن العجي، محمد صدام حسين العجي، العز علي مانع العجي، رعد سام معرب، محمد نبيل مانع العجي. رجال عنهم العقيد أحمد صالح العجي. تفضل مشكور اخونا العقيد، صفقه للعقيد احمد صالح العقيد. يسلمها العاقل سلم يا حبيبي. حسين عبد الله. حفظك الله حفظك الله والقايم عزيز عقيد لا تهون. طيب المركز الثاني اخي احمد غانم تتلو علينا اساميهم. المركز الثاني فريق الأخ حافظ اليمني، بسام صالح أحمد العجي، أحمد محمد المجرب، محمد قايد الهدادي، ناصر عبد الله الفقيه، عبد الولي صادق العجي، خالد عبد الملك العجي، محمد علي مانع العجي، الزبير حمدي المرادي. انا بعيهم حافظ اليمني. تفضل استاذ حافظ عن الفريق الثاني ويسلم الجائزه الاخ سيف ابو فهد شاعر الجميل. طيب المركز الثالث كان من نصيب الأخ يوسف محمد علوي، مع الأخ علوي محمد المجرب، ناجي مسعد العرقبان، محمد رشاد العلفي، وليد علي مانع العجي، خالد أحمد العجي، محمد عقيل، صالح علي عبد الله العجي، فواز عباد العجي. ينوب عنهم الأخ يوسف علوي. تفضل اخي يوسف والعادل عبد الله بن سعيد العجيب يسلمها الجائزه. المركز الرابع كان من نصيب الأخ عثمان محمد علوي، فريق عثمان محمد علوي، محمد عبد الكريم العجي، عبد الله صالح العجي، خضر عبد النور العجي، بشير علي الوجيه، أمين صادق العماري، جراح محسن مانع العجي، أحمد حافظ اليمني، بشار علي الوجيه. ينوب عنهم الأخ. سلموا الجائزه الاخ ابو مسعد محمد احمد ضيف الله العجيب. اشتغلوا شباب. المركز الخامس لفريق عبد السلام احمد صالح العجي، معه سمحان توفيق العرقبان، عمان احمد العجي، احمد علي محسن العجي، جاسم صدام حسين العجي، فيصل محسن مانع العجي، الجود علي مانع العجي، انور حافظ اليمني، زايد مسعد العرقبان. المركز السادس من نصيب فريق الاخ عصام محمد محسن العجي، فريق عصام محمد جابر عبد الله العجي، عبد الله علي محسن العجي، حسين صدام حسين العجي، علي صالح العرقبان، نعيم ماجد حمود الاحمدي، صالح علي الغبيري، عبد الرحمن حمدي المرادي. يسلم لهم الجائزه الاخ يحيى وينوب عنهم الاخ عصام احمد العجي. جائزتين. طيب الان جائزتين مقدمتين طبعا ولا هن الا عن عباره عن تعبير وجزء بسيط من امتناننا وعرفاننا وعرفان اللجنه المنظمه جزاهم الله خير للاخ الكبير في قلوبنا جميعا والكبير في القدر والمنزله عندنا جميعا، الاخ الذي دائما يعمل بصمت ولا يحب الظهور، اللي أعد المسابقة من أول يوم حتى اليوم، أخونا صدام حسين العجي أبو جاسم. أبو فهد يقوم يسلمها الجائزة، صديقه وزميل عمره يعني. أما الجائزة الأخيرة وليست الآخرة إن شاء الله فهي للإعلامي المخضرم صاحب الجهد الكبير وصاحب المستقبل الزاهر إن شاء الله في عالم الإعلام، الشاب أبو طلال سنحان العرقبان. ولا من قدرك يا أبو طلال وفقك الله. جزاك الله جزاك الله. طيب ختامها مسك ونشكر
يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن شكر الناس شكر الله، هكذا جاء في الحديث. فنشكر يعني كرسالة وكأقل حق من حقوقهم الأخوة الداعمين للمسابقة الذين تكرموا طوال الفترات الماضية والسنة هذا أيضا بدعم ورفد المسابقة والمساهمة فيها بالمبالغ المالية وبالجهد المعنوي، وعلى رأسهم الحاضر الغايب، طبعا الحاضر في قلوب الجميع والغايب الآن في المهجر، الأستاذ فيصل العجي أبو سعيد حفظه الله. ولا ننسى أيضا الوجيه أبو حجاج مانع أحمد العجي جزاه الله خيرا في طليعة المشجعين. وكذلك نشكر الزعيم علي عبد الله صالح أبو عبد الله حفظه الله الحاضر والسباق دائما. نوجه تحية وشكر خاص الرعاة الكبار للمسابقة وهما عز الدين للصرافة لصاحبها عز الدين الأحمد، وسوبر ماركت محرم العز لصاحبها عصام أبو عوجه، وجزاهم الله عنا خيرا على دعمهم المتواصل وعلى رعايتهم للمسابقة. كما يعني في الختام نوجه الشكر الجزيل للجنة المنظمة التي كان لها الدور الكبير في إنجاح هذه الأمسيات والمسابقات والتواصل مع الرعاة ومع الممولين والمساهمين لصالح المسابقات، وعلى رأسهم أخونا أبو غانم أحمد غانم زين العجي حفظه الله، جهود رائعة ومشرفة ودائما في المستوى. وكذلك الشكر للأخ أبو حسين يحيى حسين محسن العجي حفظه الله صاحب الجهد الكبير، وكل من ساعدهم في التنظيم من يعني الأخ عصام أبو عوجة وكل من يعني فاتنا ذكره نعتذر من الجميع. نشكر كذلك حضرة وفضيلة شيخنا العلامة حمدي صالح أبو إبراهيم على حضوره المتواصل دعمه للمسابقة، ونشكر الجميع. وطبعا شرفنا اليوم بحضوره الأخ مصلح محجوب، وطبعا نعتذر إن نسينا أي أحد، ولكن الشكر موصول لكل من يساهم في مثل هذه التجمعات المجتمعية النافعة المفيدة، وهذا المسابقات التي يعني رسخت لدى الكثيرين يعني الثقافات والتراث الذي يجب أن نحافظ عليه، بالذات في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن. وعني وعن الجميع نسلم ونحيي كل من حضر وكل من شاهد وكل من تابع هذه المسابقات. كما لا يفوتنا أن نوجه الشكر والتحية لصاحب المنزل المضياف الكريم المعطاء الوالد أبو حسين أبو صدام حسين محسن العجي، ونكرر دائما كل ليلة وكل ساعة في أثناء تواجدنا في هذا البيت الذي شعرنا أنه منزلنا جميعا، والذي لقينا فيه من الحفاوة والكرم وحسن الضيافة ما لا يستطيع المرء وصفه. للوالد أبو صدام كل الشكر ولأولاده، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مودع مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران، مودع مودع يا رمضان يا شهر التوبة والغفران. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان، الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان، والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان، والحب دايم يغمرنا والناس تنعم والأوطان. مودع 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 يا رمضان يا شهر التوبة والغفران، مودع مودع يا رمضان يا
غفران. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. الله يعيدك يا رمضان والأمن فينا والإيمان. عز الدين أول وكيل معتمد للنظامية العالمي، استلمها كافة حوالاتك الخارجية بسرعة وأمان. سوبر ماركة محروم العز للمواد الغذائية لصاحبها عصام أحمد محسن الحجي أبو عوجة. مكانك المناسب للتسوق. العنوان قرية محروم حجاج. للتواصل على الأرقام الآتية 712-02-52-5213 أو 77-88-18666.